فيديو النهارده اتكلم فيه طبعا عن موضوع مهم جدا وهو لعيب جواو بالينيا ونادي بايرن ميونخ. ويا ترى رأي المدرب فينسنت كومباني، هل المدرب فينسنت كومباني معجب باللعيب ولا لا، او رأيه في الصفقة عموما؟ ونادي بايرن ميونخ هل كان بيرغب في التعاقد مع اللاعب جواو بالينيا في الميركاتو الشتوي اللي فات ولا في الميركاتو الصيفي اللي فات؟ ده طبعا هنعرفه في فيديو النهارده. قبل كل ده طبعا رابط حساباتي في اسفل وصف الفيديو، بنزل اخبار كوره اول باول اللي حابب يتابعني. طبعا تمت رسميا قرار نادي بايرن ميونخ التعاقد مع اللاعب جواو بالينيا قادم من نادي فولهام. تم الاتفاق على كل شيء حول التعاقد مع لعيبه. الفحوصات الطبيه تكون في الساعات القادمه. العقد هيكون طبعا لحد 2028. اللعيب هو مواليد 9/7/1995، طوله 190 سم، بيلعب كمركز خط وسط، صاحب الجنسيه البرتغاليه. تمت رسميا بدايه الموضوع خالص. طبعا اللعيب من المقرر اساسا ان هينتهي عقده مع نادي فولهام يوم 30/6/2028. في الميركاتو الشتوي اللي فات نادي بايرن ميونخ كان بيرغب في ضم اللعيب. هو نادي بايرن ميونخ ما دخلش في مفاوضات مع نادي فولهام في الميركاتو الصيفي اللي فات. في الميركاتو الشتوي اللي فات نادي بايرن ميونخ في الميركاتو الشتوي فقط نادي بايرن ميونخ كان بيرغب في ضم اللعيب، وتحديدا كان في اواخر الميركاتو الشتوي اللي فات. لان في الميركاتو الصيف اللي فات لو اي عرض جه لصالح نادي فولهام من اجل ضم اللعيب جواو بالينيا في الميركاتو الصيف اللي فات، كان نادي فولهام هيرفض اللعيب. ليه هيرفض؟ طبعا ان هم يتعاقدوا طبعا مع اللعيب. ليه؟ لان نادي فولهام هو جدد عقد اللعيب يوم 14/9/2023. في اليوم ده نادي فولهام جدد عقد اللعيب لحد 30/6/2028 زائد سنة إضافية. ده طبعا اللعيب في اليوم اللي هو جدد عقده فيه. يعني أي نادي كان بيرغب في ضم اللعيب في الميركاتو الصيفي اللي فات طبعا صعب جدا عشان نادي فولهام يفرط في لعب في الميركاتو الصيفي اللي فات. طب لو نادي بايرن ميونخ دخل في المفاوضات، نادي فولهام كان هيرفض برضه، لان نادي فولهام كان في الوقت ده كان متمسك باللعب في الميركاتو الصيفي اللي فات. طب في الميركاتو الشتوي اللي فات، في الميركاتو الشتوي اللي فات طبعا اكيد يعني قبل تعيين فينسنت كومباني اكيد، في الميركاتو الشتوي اللي فات نادي بايرن ميونخ كان بيرغب في ضم اللاعب. يعني افهم من كده ان فينسنت كومباني سواء كان موجود قبل ما يكون موجود او سواء كان موجود، هي اداره بايرن ميونخ كان بترغب اصلا في ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي اللي فات. طبعا في الميركاتو الصيفي الحالي والصفقه تمت ازاي؟ في بداية الميركاتو الصيفي نادي بايرن ميونخ كان عايز يخلص في الصفقة بدري بدري، لأن على حسب أخبار كتيرة جدا في الدوري الإنجليزي بتقول إن كان في أندية كانت بتراقب وضع اللعيب، لكن نادي بايرن ميونخ كان هو النادي الوحيد اللي دخل في المفاوضات بشكل جدية، كان عايز يخلصها بدري بدري. وتم طبعا الاتفاق على كل شيء حول التعاقد مع اللعيب. بخصوص رأي المدرب فينسنت كومباني وإدارة نادي بايرن ميونخ هم معجبين تماما باللعيب. فينسنت كومباني هو معجب أساسا باللعيب وكان عايز برضو ضم اللعيب بأي طريقة ممكن، معجب باللعيب بنسبة 100%. لكن بخصوص إن اللعيب هل هيتألق مع نادي بايرن ميونخ ولا لا، طبعا اللعيب اساسا كانت رغبته ان هو ينضم الى نادي بايرن ميونخ في بدايه الميركاتو الصيفي. بدايه الميركاتو الصيفي اللعيب كان حابب ان هو ياخد تجربه جديده في الدوري الالماني وينتقل طبعا الى نادي بايرن ميونخ. يا ترى الموقف بايرن ميونخ هو موقف ممتاز جدا، لان اللي بيعمله بايرن ميونخ ان هو يسرع في الصفقه بدري بدري وعايز يتممها بدري بدري قبل انديه كتير جدا. ده الموقف ده هو متشابه في سن التشابه شويه مع موقف بروسيا دورتموند وايان ماتسن ونادي استون فيلا. الثلاث مواضيع دول ان نادي بروسيا دورتموند كان هو ضم اللعيب لمده موسم واحد، فمفروض ان نادي بروسيا دورتموند انت عايز اللعيب تمم في الصفقه بدري بدري علشان تاخد اللعيب وتحصل على اللعيب بصفقه دائمه طوال الامد 4 سنين 5 سنين. لكن ان نادي استون فيلا يخلصها في يوم وليله، ده طبعا ان نادي واداره بايرن ميونخ بتشوف انديه كتير جدا بتخلص في اللعيب بدري بدري قبل طبعا ان في انديه كانت بتقعد فتره طويله بتحاول انها تتعاقد مع اللعيب وتتفاجئ ان في نادي بيخلص في اللعيب بدري بدري. ده طبعا اللي خلى نادي بايرن ميونخ عايز يتمم في اي صفقه في الميركاتو الصيف الحالي باسرع طريقه ممكنه. ده طبعا فيديو النهارده، ونادي بايرن ميونخ فعلا تمم في الصفقه والاعلان الرسمي هيكون قريب جدا.